ولا انت هنا معايا كده؟ يبقى ننزل القرآن، عايز اللي يحبه هو هيحبه. كان سيدنا ابن عباس يقول كده: القرآن كل لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. تروح له مشتاق كده، امسك آية، امسك سورة، ردد الآية يا أخي، بدل ما تقول ما تدندن بالكلام الفارغ وتقول لي بسل صيامي وخدني بحنانك ورحمة وبعيد عنك عيب عليك يا أخي. ردد سورة الفاتحة، ردد قل هو الله أحد، ردد رددها، دندن بها، أعطيها كلك، هتعطيك بعضها. وعليه تنزيل القرآن لم يكن نزولا واحدا، نزل لفظا ومعنى على صدره صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لا يزال يتنزل بالمعاني، من المباني عمالة تتولد معاني. أظن أن أقولها والله امتنانا لله وتذكيرا بفضل الله إلى آخره. أرجو أن أنا أكون أول من لفت الأنظار إلى أن رسم الكلمة هذه بالوضع ده في الوسط ده، إن 191 تيجي 190 كده، واحد كده، النبي كان بيقرأ. ده دليلي بقى أن أنا، لأنه قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يبقى بعده هيقرأ، لأنه لو لم يقرأ كان ممكن عنده ده 42 صحابي من كتبة الوحي، كلهم يكتبوها كذابة كده، كلهم يكتبوها ترابة عمادية، ما فيش واحد والله العظيم لازم ده 191 السماوات تيجي 190 كلها بالخنجرية، ما فيش واحد، يعني هم كلهم كده مقاس واحد. ايه اللي خلاها في ال 190 منضبطة بالألف الخنجرية؟ ليه؟ لأنها تحت إشراف محمد صلى الله عليه وسلم. إذا يبقى اما يقول ربنا ليه جل جلاله اقرأ، وقال ما أنا بقارئ، لا اقرأ باسم ربك، يبقى قرأ بعد اسم ربه ولا لا؟ ده اسمه مفهوم المخالفة لمن صلى الله عليه وسلم. لما يقول له سنقرئك فلا تنسى، اما يقول له رتل، انت عارف الترتيل يعني ايه؟ لا، الترتيل هذا القراءة، اسنان مرتلة يعني كلها صف واحد. لما تروح تعمل ان شاء الله لما تدي لك كلوكامية وتكسر سنتك ويروحوا يعالجوك، يجي لازم تعمل لك او يعمل لك، اصل اللي عملت لي واحده ست ربنا يكرمها، اللي بتعمل لك ايه اللي اسمه القالب، اللي بيخليك تجيب اللي في نفسك، ده سنه واحده. ليه؟ واللي تعمل قالب ده اصل لازم الكل ينام على الكل. يقول لي هي عامله، كنت في الكويت قال لي اصل السنان عامله كده، كل واحد له عقله بقى وله وكل واحد له لغلوغه ففي السنان لازم يطمن انه كله، فتيجي واحده انكسر لازم تنيم تاني. القرآن لا يزال يتنزل بمعانيه، ولا يزال يتنزل بتحديه، ولا يزال يتنزل بجماله، ولا يزال يتنزل بدلاله، ولا يزال يتنزل بالكمالات التي لا تتناهى له. من هنا قال ربنا جل جلاله: الذي جعل الإسراء آية لشخص محمد صلى الله عليه وسلم، أولا ليفيض منها بعد ذلك على أمته، جعل لكم يا أمة محمد الليل والنهار آيتين. ومعنى أن هم آيتين يعني فيهم آيات، ومعنى بيقول لك جعلنا الليل والنهار آيتين، كما جعلنا الإسراء آية لمحمد بن عبد الله واستفدتم منها. الليل والنهار جعلناه أو جعلناهما آيتين لتضبطوا جميعا، أو ليضبط كل من يريدنا ويريد أن يسير في صحبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم،
اضبط أنفاسك وألحاظك وساعات نشاطك وساعات نومك على حركة الكون. أنا مش هطول الليل، ولهذا لما يقول ومحونا، لا ما هي آية النهار مش بيجي الليل زي ما قال ربنا جل جلاله في سورة ياسين لما بيقول آية الليل نسلخ منهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. مش النهار يبقى السلخ ده مش طيب، مش إزالة مؤقتة. هو يريد أن يقول لك اللي أنا جعلته للراحة لك، عشان أنت خلقت للكد والتعب المثمر. فلاحظ قوانين الليل وقوانين النهار، ومش هطول عليك الليل حتى لو كان ليل الشتاء، حتى لو كان ليل الشتاء. محونا آية الليل، هتتكلفت وتجيلك مصيبة تخش تحت البتاع 8 ساعات هينتهوا مش هتحس بهم، فمحونا آيات الليل. طب وآية النهار لما بتنتهي ما تقول فمحونا. شوف الرقة القرآنية، آية النهار هي للإبصار، للكشف، للعمل، للبحث، للكد. إنما مش هيجعلها لك كدا على طول، إنما هيضرب على آذانك إذا أردت في الوقت الذي يحبه لك لتنام النوم الهنيء حتى تستأنفه. حياتك مع الأحياء ومع الكون الذي سيخدمك إن كنت على صداقة مع الكون وأخوة بالذكر والضبط والحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.